ايه اللي هيحصل لجسمك لو انت ما نمتش لمده 7 ايام؟ مبدئيا كده الناس اللي بتحب السهر وبتحب التطبيق محدش يجرب الموضوع ده لان ده خطر على صحته. وكمل الفيديو للاخر عشان تعرف السبب وابعته لاي حد بيحب السهر والتطبيق. في الاول كده عايز اقول لك ان السجل العالمي لاطول فتره من غير نوم هي 11 يوم، ودي تم تسجيلها سنه 1965. الراجل اللي اتحط في التجربه دي حصل له مشاكل عقليه ونفسيه فضلت مكمله معاه، فخلي بالك لان الموضوع ده ما ينفعش تجربه على نفسك. اول يوم من التطبيق وعدم النوم هتحس ان انت سكران من غير كحول، وده بسبب ارتفاع هرمون الدوبامين. كل 10 دقايق هتبدا تتاوب ومزاجك ساعتها هيبقى في السحاب، وتقول يعني النوم ده للناس الضعيفه. اول ما تخش على اليوم الثاني هتحس ان انت بدات تخرف ودماغك بدا يحصل لها ايرور كده، تنسى مكان موبايلك حتى لو انت ماسكه في ايدك، وهتبدا تشوف الوان غريبه وخيالات قدامك مش حقيقيه. اول ما تخش اليوم الثالث جسمك بيبدا يعمل حاله الطوارئ ومناعتك بتبقى في الارض، بالاضافه ان ضربات قلبك بتبقى سريعه وعينك ساعتها بتبقى حمراء شبه الطماطم. لغايه دلوقتي الموضوع ما فيهوش خطوره، واول ما تخش اليوم الرابع هنا الخطوره تبدا تظهر. هلاوس بصريه وسمعيه ممكن تظهر، تسمع اصوات ناس وموسيقى اكنك في فيلم رعب. هلاوس بصريه قدامك حاجات اصلا مش موجوده في الواقع، وساعتها مشيتك هتبقى شبه الانسان الالي المكسور مش سليم. حتى اول ما تخش اليوم الخامس عقلك ما بيعرفش يفرق ما بين الحقيقه والحلم، لان الهلاوس البصريه والسمعيه بتفضل مكمله معاك من اليوم الرابع. لو انت فضلت مكمل بقى اليوم السادس او السابع جسمك هيقف عن الحركه ومش هتعرف تتكلم، وده طبقا للتجارب اللي حصلت على مساجين عشان يشوفوا اطول مده ممكن الانسان يفضل عايش فيها من غير نوم. وبالرغم ان قلت لك ان اطول فتره من غير نوم هي 11 يوم، بس كان الافرج ما بين كل البشر ان ال7 ايام ممكن يدخل الشخص في غيبوبه، وفي حالات نادره كان بيوصل للوفاه. فاللي عايز اوصله لك من الفيديو ده ان التطبيق وقله النوم مش حلوه خالص لصحتك. النوم عمره ما كان رفاهيه، النوم ده عباره عن المكافاه اللي انت بتديها لجسمك بعد اليوم الشاق والمتعب اللي انت مريت بيه، عشان تعمل ريكفري وريسيت كده لاعداد جسمك عشان تفضل مكمل باقي حياتك طبعا بصحه سليمه. لكن الناس اللي بتطبق يوم او يومين ويقول لك انا مش محتاج النوم في حاجه، فانت كده عرفت مشاكل قله النوم، وانصحك ما تكررهاش. اخر بقى لو انت لسه ما بعتش الفيديو ده لصاحبك اللي بيطبق ابعته له دلوقتي، ولو انت بتعمل المشكله ديت يا ريت تبطلها. اخر طبعا ما تنساش تعمل فولو ولايك عشان تعرف معلومات اكتر عن صحتك.